لمدينة السويس لم تدافع عن نفسها فقط، وكانت تعرف انها تحمل في عنقها اسم الشعب المصري كله. لقد طلب امين الاتحاد الاشتراكي ان يكون يوم 24 عيدا قوميا للسويس، وانا اقول ان يوم 24 اكتوبر عيد قومي لمصر. انا حافظ على احمد سلامة من مواليد السويس في 6 ديسمبر 1925 ميلادية، وقائد المقاومة الشعبية بالسويس. أنا محمد أحمد غزالي من مواليد أبنودي بمحافظة قنا، يوم 10 نوفمبر عام 1928 ميلادية، وشهرتي بالسويس كابتن غزالي. أنا عبد المنعم قناوة من مواليد محافظة السويس، شارع شميس بالأربعين 21 فبراير 1945. أنا محمود عواد حماد من مواليد حزر بمحافظة السويس سنة 1940، وقائد منظمة سيناء العربي. أنا إبراهيم محمد السيد سليمان من مواليد عام 1941. أنا أشرف عبد الدايم مواليد مدينة السويس عام 1945، وعضو منظمة سيناء العربي. أنا فايز حافظ أمين من مواليد السويس وعضو منظمة سيناء العربي. أنا غريب محمد غريب من مواليد حي الأربعين في 15 ديسمبر 1928. التحقت بكتائب المقاومة بمنطقة القناة عام 1951. أنا محمد سرحان الشهير بميمي سرحان، عضو منظمة سيناء العربي. أنا أحمد أبو هاشم عضو منظمة سيناء العربية من مواليد 16 أغسطس عام 1930 بحي السويس. أنا أحمد عطيفي محمد علي عضو منظمة سيناء العربية من مواليد 11 سبتمبر عام 1945 بحي الأربعين في كفر أحمد عبده القديم. أنا مصطفى أبو هاشم عضو منظمة سيناء العربية من مواليد 12 أغسطس عام 1931 بحي السويس. ليالي المثلث إبراهيم خد رجالتك وروح ميدان العوايد، ما تسيبش دبابات تعدي، دمروها فورا. يا شيخ حافظ، احنا ولاد السويس عمرنا ما هنسيبها، والله ما فيش جندي من العدو هيعيش على ارضنا طول ما احنا واقفين. عبد المنعم خليك على منظار فوق السطوح، ومحمود على جهاز الاتصال. حاضر، اتفضل معكم على الجهاز وابلغكم فورا. حاضر يا شيخ، انا هطلع على السطوح وابلغكم فورا. شايف الدبابات قربت من الثغرة، ومعاه مجموعة مشاة غزالي، هم في مرماك كمان 5 دقايق. اتعامل. الله أكبر، الله أكبر.
بيدي كالثري وخذي بناصية المغير. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.